ما يسمى المهاجرون العرب في مدينة الرقة بانقلاب على تنظيم داعش، وخرجت عن إرادة زعيمه أبو بكر البغدادي وكفرته احتجاجا على ظروفهم المعيشية هناك، بحسب ما ذكر موقع الميادين نقلا عن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود لمصدر محلي في الرقة، إن المدينة معقل التنظيم شهدت اضطرابا من نوع آخر لم يألفه سكانها طوال السنوات الماضية، ذلك إثر قيام مجموعة من المهاجرين بالانقلاب على تنظيم داعش مساء الجمعة الماضي. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هوتها لأسباب أمنية إن مجموعة كبيرة من المهاجرين العرب من الجنسية التونسية أعلنوا احتجاجهم على التغييرات الأخيرة والظروف التي يعيشونها، كما حصلت مشادات كل مسير عام اتحولت إلى مناوشات بالأسلحة الخفيفة مع عناصر آخرين من التنظيم. وبحسب المصدر فإن الأمور تحولت إلى انقلاب لعدد من التونسيين على ما اسمى الخلافة والخروج على البغدادي وتكفيره، ما دفع التنظيم لاستنفار كوادره والقيام بحملة اعتقالات طالت العشرات من العناصر، إلا إن أحد المقاتلين التونسيين فجر نفسه وسط مجموعة كبيرة من الأمنيين وعناصر الشرطة العسكرية التابعة لتنظيم داعش، ما تسبب بمقتل 20 منهم، ومن ثم أفصح المجال لفرار بعض الانقلابيين خارج المدينة. كما أكد المصدر أن التتر ما زال قائما وسط حملات تفتيش ومداهمات تطول أماكن تمركزهم في الرقة، وتتزامن هذه التطورات مع الخسائر المتوالية التي مني بها التنظيم في الموصل وريف حلب الشرقي، إضافة إلى خسارته مدينة تدمر الاستراتيجية قبل أيام في البادية السورية. وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها تنظيم انقلاب مجموعة من عناصره وخروجهم على البغدادي، إذ سبق داعش إعلان الكشف عن مجموعة وصفها باب الغلات الانقلابيين في مدينة الموصل العام الماضي. ويطلق التنظيم تسمية المهاجرون على من يحملون الجنسيات العربية والأجنبية ضمن صفوفه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.